السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم دايما في الله. تعالوا بسم الله كده ونعمل كده حاجة كده بسرعة وكل حاجة عندنا في البيت. تعالوا كده واقول لكم انا بعمل ايه. اقول لكم بقى متنسونيش باللايك وبفضل وليس امره، واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان طبعا يوصله كل جديد. فما تنساش تفعلوا زر الجرس واللايك حبايبي الحلوين. انتوا شايفين ايه دلوقتي؟ انا بشوح بصلايه اللي هي شرايح او حلقات على حسب ما انتوا حابين. كده انا شوحتها، انزل عليها بالايه، عندي بقى قطع لحمه كده بايته تلاقي زي ما انتوا شايفين. فانا ايه يعني نسلتها زي كده او قطعتها قطع شرايح زي ما انتوا حابين كده. يعني ما زي طريقه كده الشاورما بس بطريقه ايه تانية وطريقه في البيت ونعمل بها كده يعني حاجه تبقى فطار كده جميل جنب كده اكل بواقي اكل عندك في التلاجة بقالي من امبارح، او مثلا حاجات كده تبقى حاجه كده جنبها تبقى حلوه ولادك يحبوها. انا هنزل كده زي ما شايفين باللحمه اهي، بس اشوحها كده معاهم تشويحه كده جميله، وده كده اقلبها كده كويس تشوح كده معانا تدينا الطعم والريحه كمان مع الحاجات كمان اللي احنا هنحطها فيها لكم بقى حبايبي حلوين. فما تزعلوش مني كنت انا مقصره معاكم في التعليقات وفي الكومنتات. انا بعمل لايكات على طول، بس الكومنتات اللي طبعا اللي فانا ما بقاش فاضيه ما بقاش موجوده كمان في البيت، فيدوبك اكتر حاجه بعملها لكم والله كمان لايكات، سواء انا معايا في القناه مشتركين معايا او ان انا مشتركه معاهم دايما على طول. اللايكات دايما معاهم على طول، وسواء مش مشتركين معايا او كده او اي قناه بتقابلني معايا قدامي والله دايما بعملها دايما لايكات على طول. والله كم مره بحقيقة احنا الايام المفترجه دي انا ما بجزي سوا في رمضان غير رمضان انا دايما بعمل لايكات على طول لاي حد سواء معايا في القناه او مش معايا. عادي احنا كده عادي بنشجع بعض كده عادي. دي لايك يعني مش ايه حاجه مش صعب، لا ده حاجه سهله جدا بصبعنا واللايك بس ادي. بس الكومنتات انا يمكن مقصره معاكم فيها لان انا بجد والله وقتي قصير جدا ما عنديش اي وقت خالص. طبعا اولاد بخرج معاهم خلاص حاجتهم طبعا حاجه البيت، فانا على ايه يعني دوبك كان بنتي تنزل لي الفيديو ياما ممكن قاعد باليوم ما نزلش على حسب وقتي او وقت بنتي كمان او ولادي عامه. فانا اسفه لو كنت انا مقصره معاكم في الكومنتات. فدايما اقول لكم بقى ايه كل سنه وانتم طيبين، يا رب يجعلها كلها ايام سعيده عليكم علينا جميعا، ويعود عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا بالخير واليمن والبركات اللهم آمين. كده هحط لها بقى حبة بهارات كده الشاوية عندي كده اهي. دايما بيبقى دايما بتبقى عندي انا هحط لها كده حبة مع التشويحة مع الايه اللي بشرة طماطمايه بشراها انزل عليها كده بيها تشرب كده منها كده. معلقه بقى دبس الرمان كده انا هحط بتاع معلقه كده اهي ادينا بس الطعم والريحه ما اقولكيش، هي معلقه كده او معلقتين بالكتير. وحبه خل معلقتين كده برضو كده نقلب بقى وتشم الريحه الحلوه دي جميله جدا، ريحتها تحفه ريحتها حلوه قوي. نعملها بالطريقه دي بقى تستولي عليها شاورما في لحمه او السماء زي ما شايفه كده خطه، بس انا بجد بتبقى طعمها حلو قوي احلى كمان من الشاورما من بره بكتير. كده حتتين لحمه كده واعمليها بالطريقه دي هتعملها سندوتشات او تحشيها باي حاجه تبقى حلوه جدا تبقى طعمها جميل. انزل بقى بالفلفل الوان كده ومعايا طبعا زيتون كده. زيتون ده انا من عند زيتون مخلي او زيتون تخلي كده من عندك تقليبه كده. تعالى نعمل ايه، احط بقى حبه فلفل كده رشه فلفل نص معلقه وبهارات 7 بهارات او بهارات اللحمه معلقه كده، واحط بس هي نص كوبايه ماء الصغيره دي
وحبة ملح. الله على الريحة، الريحة حلوة جميلة جدا. نص معلقة ملح كده اهي، مش كتير طبعا عشان الزيتون طبعا ايه ودبس الرمان وكده يعني. الريحة حلوة بجد، حلوة جدا. طبعا عندي ايه رقاق كده، كان طبعا بيبقى رقاق ناشف زي كده مرفع كده زي ما شايفين، او مربع او مدور على حسب اللي عندكم. انا جبت بقى كام واحده زي كده، بلتهم ميه عادي من الحنفيه، ميه يعني عاديه جدا، بلتهم كده وحطيتهم في الصينيه اهي، بس كده اهي. تطلع عادي مش مشكله اهي. بصي نعمل ايه بقى كده، انا مش هعمله في الصينيه، نعمله بقى بطريقه كده حلوه جميله جدا. نعمله كده رول او مربع على حسب ما انت حابين. نحط بقى حبه كده، حبه تحشي بيها، تعمليها زي سندوتشات، تعمليها زي ما تعمليها، تبقى حاجه كده جميله. معايا بقى عندنا بقى بطاطس محمره زي كده صوابع، زي بقى تعملها مكعبات كده او تحطها معاها ماشي. مش عاوزه اي حاجه عندي كده تقدري تعمليها بيها. نتني كده، نتني كده اهي ماشي. السندوتشات اهي نعملها كده بطريقه بتبقى حلوه جدا، مش مشكله لو اتقطعت مننا عادي. هتعمل برضو تاني اهي، يعني هتقفل كده اهي. بصي بقى حلوه جدا. نيجي بقى صينيه زي كده دهنينها كده دهن زيت او سمنه، ونيجي بقى حاطينها على القفل من تحت كده. بقى واحده التانية اهي، مش مشكله لو لازق، مش مشكله عادي اهي. حط برضو الحبه كده وحبه بطاطس. ادي السندوتش بقى بتاعنا، نعمله بقى حلو كده اهي. طبعا خلاص انا عملتهم كلهم كده رول زي ما شايفين. بقى معايا بقى ايه، حبه زيت فيهم حبه توابل بقى، شاوي السبع بهارات اللي عندك وحطيه بيها كده، وحبه الزيت وادهنيها كده فيها كده اهو، تخليك بقى الطعم والريحه من فوق مع الجلاش او الرقاق كده، بيبقى طعمه حلو جدا يعني. بصي مع الرقاق ده كده طعمه حلو قوي اهي. دي كده واحده واحده. وتحت بقى الشوايه او في فرن عادي برضو لو ما عندكيش شوايه مش مشكله، وسيبي كده يعني ياخدوا اللون بتاع او الحلو ده. لو عاوزه تعملي مثلا طاسه تيفال مدهونه زيت ماشي، اللي يعجبك، بس انا هحطه في الفرن تحت الشوايه كده. وكده بقى خلاص حطيها بقى تحت الشوايه زي ما انتم شايفين، طلعت بقى خدت اللون والريحه الحلوه الجميله جدا اهي. جميله جميله جدا حلوه قوي. انا بس رشه بس حبه بقدونس كده تكسير اللون، او بس ايه معاها تدي لون كده كمان يعني. ما اقولكيش بقى بجد ريحتها حلوه جدا. فاقول لكم بقى اسيبكم في رعايه الله، ما تنساش تذكروا الله يذكركم، وتنساش تجربوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.